السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الفيديو تاع اليوم حول وزارة التربية. إعلان من وزارة التربية. أعلنت وزارة التربية الوطنية مساء الثلاثاء في بيان فتح عملية نقل الأساتذة عن طريق التبادل داخل نفس الولاية، ويهدف القرار حسب ما أوضحه البيان إلى ضمان تقريب الأساتذة من مقرات إقامتهم بما يخدم مصلحة التلميذ والأستاذ على السواء، حيث سيكون بإمكان الأساتذة المرسمين الراغبين في الانتقال عن طريق التبادل تقديم طلباتهم عبر النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية في الفترة ما بين 17 و 20 سبتمبر الجاري، على أن تعلن نتائج المعالجة الآلية لطلبات الانتقال يوم 25 سبتمبر قبل تنصيب المقبولين في مؤسساتهم التربوية الجديدة يوم 28 من نفس الشهر. البيان الوزارة يقول: في إطار الحرص على ضمان تقريب الأساتذة من مقر إقامتهم بما يخدم مصلحة التلميذ والأستاذ على السواء، تعلن وزارة التربية الوطنية عن فتح عملية نقل الأساتذة عن طريق التبادل داخل نفس الولاية، وذلك حصريا عبر النظام المعلوماتي في قطاع التربية الوطنية وفق ما يأتي. تخص هذه العملية الأساتذة المرسمين في حالة القيام بالخدمة والراغبين في النقل عن طريق التبادل. يقدم الأساتذة طلبات التبادل في الفترة ما بين 17 إلى 20 سبتمبر 2025. تقوم مصالح مديرية التربية بالتأكيد من صحة معلومات الأساتذة وتأكيدها من 18 إلى 21 سبتمبر 2025. يختار الأساتذة مؤسسة تعليمية واحدة من بين المؤسسات التعليمية المتاحة من 23 إلى 24 سبتمبر 2025 منتصف الليل. تتم معالجة الطلبات آلية عبر النظام المعلوماتي وتعلن نتائجها يوم 25 سبتمبر 2025. تنصيب الأساتذة المقبولة طلباتهم بمؤسستهم الجديدة يوم 28 سبتمبر 2025 بنفس جدول الأعباء البيداغوجية للأستاذ المتبادل معه جدول التوقيت. كان هذا هو البيان من وزارة التربية الوطنية. نتمنى توفيق لكل الأساتذة إن شاء الله، وللتلاميذ دخول موفق إن شاء الله، وعام دراسي موفق للجميع. مع السلامة. خلونا تعليقاتكم حول هذا الموضوع.